السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة في قناتكم قناة كون على بال. اليوم إن شاء الله غادي نحطوا النقاط على الحروف في واحد الموضوع اللي كيهم آلاف ديال المغاربة، موضوع حساس وخطير وممكن يقلب حياة بنادم من حلم جميل لكابوس خايب. كلنا كنحلموا بديك الدويرة، ديك الشقة اللي نجمعوا فيها وليداتنا ونقولوا هذه هي داري، ولكن ماشي كلشي عنده الإمكانيات باش ياخذ كريدي من البنكة. وهنا فين كيبداو المشاكل. كتلقى شقة أحلامك والثمن مناسب ومول الدار كيقول لك ماشي مشكل، نتفاهموا بيناتنا، اعطيني غير شيك ديال الضمانة على بياض وبقى تخلص لي كل شهر. هذه الجملة البريئة هي أكبر فخ وأخطر خطأ قانوني ممكن ديرو في حياتك. هذا الشيك اللي كيبان لك حل سهل ممكن يدخلك للحبس ويضيع عليك رزقك وحلمك في دقة واحدة. القانون المغربي واضح، الشيك ماشي وسيلة ضمان بل هو وسيلة أداء، وإعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة كيعاقب عليها القانون المغربي بالحبس. ولكن ما تخافش حيت كاين الحل. في هذا الفيديو ديالي إن شاء الله ما غادي نهضروش لكم على الخطر، ولكن غادي نعطيكم 3 ديال الحلول القانونية الآمنة والمضمونة 100% باش تشري دارك بلا بنكة وبلا كريدي. غادي نشرحوا كل حل بالتفصيل الممل، وغادي نعطيو أمثلة حقيقية من الواقع. وقبل ما نغوصوا في التفاصيل كنطلب منكم إذا كان هذا الموضوع كيهمكم أو كيهم شي واحد كتعرفوه، ديروا واحد اللايك للفيديو وبارطاجيوه على أوسع نطاق، حيت هذه المعلومات تقدر تعتق بنادم من مشاكل هو في غنى عنها. وما تنساوش تابوناو في القناة وتفعلوا الجرس، حيت الدعم ديالكم هو اللي كيخلينا نزيدوا للقدام ونجتهدوا ونقدموا لكم دائما الأفضل. يلا نبداو على بركة الله. أجي نتفاهموا بعدا مزيان علاش الشيك قنبلة موقوتة. فاش كتعطي الشيك لمول الدار واخا تكونوا تفاهمتوا بيناتكم على انه غير ضمانه، فراه من الناحيه القانونيه اعطيتي امر مباشر للبنكه باش يخلصوا لي داك المبلغ اللي مكتوب فيه في البلاصه، واللي غادي يكتبوه هو الا كان الشيك على بياض من طبيعه الحال. دابا غادي نشوفوا السيناريو الكارثي الاول بالنسبه للشاري. اللي نفترض اعطيتيه شيك فيه 20 مليون كضمانه، يقدر مول الدار واخا تكونوا صحاب يطمع ويوقع في شي ازمه ماليه، اول حاجه غيديرها هي غيدفع داك الشيك للبنكه. البنكه غترجع ليه الشيك ما فيهش الرصيد الكافي. هنا عنده الحق يمشي يتابع قضائيا بجريمه اصدار شيك بدون رصيد، والعقوبه ديالها من سنه الى 5 سنوات ديال الحبس وغرامه ماليه كبيره ما تخيل. وحلمك ديال الدار غيتحول لزياره يوميه في السجن. ودابا ندوزو للسيناريو الكارثي الثاني بالنسبه للبائع. حتى البائع ماشي محمي. الى الشاري قدر يثبت ان داك الشيك كان على سبيل الضمانه ماشي للاداء، ممكن المتابعه تقلب ضد البائع بتهمه النصب والاحتيال. يعني بجوج بيناتكم داخلين في واحد المتاهه قانونيه خايبه. اذا القاعده الذهبيه رقم 1، عمرك، وانا كنأكد عليها، عمرك تعطي او تقبل شيك كضمانه في عقار. هذه ماشي هضرتي، هذه هضره القانون المغربي. دابا بعد ما حيدنا هذا الحل المسموم من الطريق، اجي نشوفوا الحلول القانونيه والنقيه واللي ما فيهاش خطر عليك. كما وعدتكم كاينين 3 ديال الطرق قانونيه واضحه وضوح الشمس، غادي نشرحوا كل وحده بالتفصيل. الحل الاول الوعد بالبيع مع حق السكن المؤقت، الحل السريع والذكي. شنو هو هذا الحل؟ هو عقد كيديروا عند الموثق يعني النوطير او عند العدول. البائع كيوعدك يبيع لك الدار بواحد الثمن محدود في واحد المده محدوده، مثلا عام او عامين، والاهم كتزيدوا واحد البوند في العقد كيعطيك الحق في السكن، تسكن في الدار بشكل مؤقت مقابل واحد المبلغ شهري اللي هو الاقساط الشهريه اللي تفهمتوا عليها. كيفاش كيدار هذا الوعد بالبيع؟ كتمشيو بجوجاتكم عند الموثق، كتكتبوا عقد وعد بالبيع، كتحددوا فيه الثمن ديال الشقه الاجمالي ومبلغ التسبيق ومده الاداء وقيمه الاقساط الشهريه. والنقطة المفتاحية كيتزاد بوند الإذن بشغل العقار اللي كيخليك تسكن قانونيا في الدار. أهم خطوة قانونية أن هذا الموثق كيدير لكم تقييد احتياطي في المحافظة العقارية. هذا التقييد الاحتياطي بحال برينوتاسيون اللي كتحط قفل على التيتر ديال الدار. البائع ما كيبقاش عنده الحق يبيعها شي واحد آخر أو يدير عليها رهن من وراك. لمن كيصلح؟ هذا الحل مثالي للناس اللي عندهم تسبيق مهم وقادرين يكملوا المبلغ في مده قصيره، مثلا من عام حتى 3 سنين. والمزايا ديالو حمايه قانونيه كامله للشاري كيضمن حقه في العقار. والعيوب ديالو ولكن ما نعتبروهاش عيوب فهي المصاريف ديال الموثق والتقييد الاحتياطي. ودابا غادي ندوزو الحل الثاني واللي هو الايجار المفضي الى التملك. الحل طويل الامد. شنو هو؟ شنو كيعني؟ هذا ماشي كراء عادي،
هذا عقد منظم بالقانون رقم 0051. هو عقد كراء ولكن مع نية الشراء من الاول. جزء من السمة الكرائيه اللي كتعطي كل شهر كيمشي ثمن الكراء، والجزء الاخر كيعتبر تسويق من ثمن الدار. كيفاش كيخدم هذا العقد؟ هذا العقد اجباري يكون عقد رسمي عند الموثق او عقد ثابت التاريخ كيديروا محامي مقبول لدى محكمة النقد. العقد كيتحدد فيه ثمن البيع النهائي ومدة الكراء والسمة الكرائيه الشهريه وشحال منها كيعتبر كتسبيق. فاش كتسالي مدة الكراء مثلا درتو 10 سنين كتكون خلصتي واحد الجزء كبير من الثمن ديال الدار على شكل تسبيقات. المبلغ اللي كيبقى لك اما كتخلصو كاش او كتمشي للبنكه وكتاخذ عليه كريدي صغير حيت المبلغ قليل. الفرق بينه وبين الايجار المنتهي بالتملك، رد البال مزيان، الايجار المفضي للتملك منظم بالقانون 0051 وفيه حمايه كبيره، اما الايجار المنتهي بالتملك ليزين ايموبيليي اللي كيديروا بعض الشركات كيكون غالبا عقد تجاري عادي. الاول كيعتبر كشاري محتمل من اليوم الاول، والثاني كيعتبر غير كاري حتى الاخر. ولمن كيصلح هذا العقد؟ كيصلح للناس اللي القدره الشرائيه ديالهم محدوده ومحتاجين مده طويله باش يجمعوا الثمن ديال الدار ويسدوه في الوقت. ودابا غادي ندوزو للحل الثالث، البيع المباشر مع رهن العقار لصالح البائع. الحل الحاسم شنو هو؟ شنو كيعني؟ هذه عمليه بيع عاديه ونهائيه من اليوم الاول، ولكن فيها واحد البلان. كيفاش كيخدم هادشي؟ كتمشيو بجوج عند الموثق وكديروا عقد بيع نهائي، الدار كتسجل بسميتك في المحافظه العقاريه، في نفس الوقت الموثق كيسجل رهن رسمي على ديك الدار، ولكن هذه المره ماشي لصالح البنكه بل لصالح البائع بالمبلغ اللي مازال كيتسالو ليه. كتبقى تخلص الاقساط ديالك للبائع مباشره، فاش كتكمل ليه فلوسو كترجعوا عند الموثق وكيدير لكم رفع اليد على داك الرهن والدار كتولي ديالك صافيه. ولمن كيصلح هذا الحل؟ كيصلح فاش البائع كتكون عنده ثقه كبيره في الشاري، مثلا شي صاحبه ولا خوه، المهم شي واحد كيثيق فيه بزاف وباغي يضمن حقه 100% قانونيا. هذا الحل كيحمي البائع بشكل كبير. والمزايا ديال الشاري كيملك الدار من اليوم الاول، البائع كيضمن فلوسه برهن رسمي. والعيوب ديالو الى هذا الشاري ما تيخلصش البائع عنده الحق يبيع الدار في المزاد العلني باش ياخذ فلوسه ويضمن حقه. اذا كما شفتوا القانون المغربي عطانا حلول واضحه وما كاينلاش نمشيو للطريق المتساويه اللي فيها ريحه الحبس. قبل ما نختم بغيت نعطيكم بعض النصائح الذهبيه. التوثيق ثم التوثيق. اي اتفاق واخا يكون مع اخوك خاصو يكون مكتوب وموثق عند عدول او عند موثق او عند محامي. الهضره ديالك المترجل ما كتشريش دار. لا للتسرع، ما تزربش، خذ وقتك الكامل في قراءه اي عقد وفهم كل بند فيه. اذا ما فهمتيش سول اهل الاختصاص. العائله والصداقه على جنب. المعاملات الماليه خصوصا الكبيره بحال شراء عقار ما كتعرفش العائله. طبق القانون مع كل شيء باش تحافظ على فلوسك وعلى علاقتك. 16 قبل ما تسني على اي ورقه. 16 مع محامي او موثق او عدول. ديك الاستشاره تقدر توفر عليك الملايين والمشاكل. اذا كما سمعتوا كان هذا هو الدليل الكامل ديالكم باش تشريو شقه او اي عقار في المغرب بلا بنكه وبطريقه قانونيه وامنه. كنتمنى نكون قدرت نوصل لكم الفكره ونوضح لكم المخاطر والحلول. دابا الدور ديالكم، بغيت نسمع منكم في التعليقات. واش فايت لشي واحد فيكم طاح في هذه المشاكل ديال الشكل ديال الضمانه؟ شنو هي التجارب ديالكم مع شراء عقار بلا بنكه؟ اي سؤال او استفسار عندكم خليوه لينا في التعليقات، كنقراو كل شيء وغادي نحاولوا نجاوبوا على قدر المستطاع. ما تنساوش للمره الاخيره دعمكم باللايك والبارطاج والاشتراك هو الاكسجين ديال هذه القناه. شكرا على وقتكم الثمين ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. وتهلاو في راسكم والسلام عليكم.